عارف ايه اكتر كلمة بنقولها واحنا عارفين انها غلط؟ هصلي بعدين. الجملة دي بسيطة بس ساعات بتكون بداية البعد عن ربنا. يعني ايه بعدين؟ هو في ضمان ان في بعدين اصلا؟ كم مرة قلت هصلي بعد ما اخلص وبعدها نسيت؟ كم مرة حسيت بتأنيب الضمير بس برضه أجلت؟ الموضوع مش انك كاره الصلاة، الموضوع انك سايب الدنيا تسحبك. الانشغال، التعب، السوشيال ميديا، كل حاجة بقت أسرع منك. بس الغريب إنك تقدر توقف الدنيا علشان مكالمة أو مسلسل، لكن مش بتوقفها دقايق علشان ربنا. يا صاحبي، الصلاة مش حمل ولا واجب، دي اللحظة الوحيدة اللي ربنا بيناديك فيها بنفسه. حي على الصلاة، يعني تعالى، ربنا بيناديك. بس احنا ساعات بنرد عليه بلسه شوية. عارف إحساسك لما حد تحبه يتصل بيك وانت تتجاهله؟ طيب تخيل ربنا بيناديك 5 مرات في اليوم وانت اللي مشغول. الصلاة مش بس حركات، دي راحة وستر وطمأنينة. جرب تصلي وانت موجوع، هتلاقي في السجدة سكون عمرك ما حسيته. وجرب تصلي وانت فرحان، هتحس انك عايز تشكر ربنا على كل نفس. بس لو فضلت تأجل، هتلاقي عمرك كله بقى هبدأ من بكرة، وبكرة بيجي وما بتبدأش. ابدأ النهاردة، دلوقتي، حتى لو ركعة واحدة بقلبك. ربنا مش عايز منك الكمال، هو عايز منك تبدأ. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.